السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الاهلاويه في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من مهاجم الاهلي. فاكر يا صديقي الصورة دي بتفكرك بحاجة؟ انا افكرك. فاكر ماتش بايرن ميونخ في كاس العالم للانديه لما النادي الاهلي كان بيلعب البايرن في اوج قوته؟ بايرن اقوى فرقه في العالم، كسبانه برشلونه 8 ومكسره ومدغدغه العالم كله، واخده دوري ابطال اوروبا، فرقه بمراحل وسنين ضوئيه عن باقي فرق اوروبا، مش باقي فرق افريقيا او الدوري المصري. فاكر الزملكاويه لما الاهلي اتهزم 2-0 من بايرن ميونخ كانوا بيطلعوا يقولوا ايه؟ وجابوا مشهد مشابه جدا للصوره دي، وطلع يقولوا ان العشر لعيبه بتوع بايرن ميونخ بيلعبوا في نص ملعب النادي الاهلي، ونوير بيلعب في دايره السنتر، وقعدوا يتريقوا ويسخروا من النادي الاهلي. طبعا يعني ده عادة الزملكاويه بوجحه وجلدهم تخين، او بعض الزملكاويه اللي هم من الفئه دي اللي بتتكلم بالصيغه دي جلدهم تخين وبجحه قوي، منتهى البجاحه والبكاسه اللي في الدنيا بصراحه. شوفها منهم يعني. هو اصلا ما خدش افريقيا من 23 سنه ويقول لك لو لعبت البايرن، لو لعبت البايرن، حياتهم كلها لو. وانا كنت عامل حلقه عن لو بتاعت الزملكاويه، كنت عامل لها حلقه كامله، ممكن ترجعوا تشوفوها على يوتيوب. لكن الصوره دي بتفكرك النهارده احنا مش بنتكلم عن فروق سنين ضوئيه ما بين بايرن ميونخ او الكره الاوروبيه والكره العربيه او الافريقيه، وده كان موقف النادي الاهلي، والاهلي اتهزم 2-0، ودي كانت نتيجه كويسه جدا مقارنه بالبايرن كانت عاملاه في الفرق الاوروبيه في الوقت ده. ما بالك بقى اللي بيعتبروك المنافس بتاعي في الصوره ديت، واحنا شايفين العشر لعيبه بتوع النادي الاهلي موجودين في الثلث الاخير لنادي الزمالك، لملعب نادي الزمالك، ومحمد الشناوي بيلعب في دايره السنتر. سبحان الله، يعجبني الزمان حين يدور. وده احنا مش بنتكلم انت بتلعب بايرن ميونخ، انت لو لعبت بايرن ميونخ بالمرتاح هتشيل لك 20 15 جون بالمرتاح يعني. لكن خلينا حلقه النهارده هي حلقه من حلقات الرد على الزملكاويه في السكرينات. طبعا انا كان اديني فتره كبيره ما عملتش الحلقه ديت وما عملتش حلقات رد على الزملكاويه، لان كان في بعض اخواتي واصدقائي الزملكاويه بيزعلوا مني من الكلام اللي بقوله. فانا قررت النهارده يا صديقي اعمل حلقه مختلفه تماما. مش انا اللي هرد، انا هخلي الزملكاويه يردوا على الزملكاويه. نبدا مع بعض مع تصريح ل ملك السبوبه احمد ديودار. طبعا احمد ديودار من الناس الرخيصه جدا، اللي واضح جدا من كلام ان هي بتطلع عشان السبوبه، عايزه تطلع على الشاشات زيه زي عمرو الدرديري بالظبط، يقول اي كلام متخلف ملوش اي معنى، يقول اي تدليس وكذب عشان خاطر بس مجرد ان هو يكون موجود وبيمثل النادي الزمالك على القنوات. بيقول يا احمد ديودار، بيقول لك الدوري المصري لو اتلعب بحكام اجانب المنافس هينهي الدوري في المركز الرابع. والله ما ارد عليك، يعني بغض النظر ان في 500 حاجه منطقيه ممكن تتقال للرد على هذا الرخيص، لكن هخلي كابتن حماد عبد اللطيف هو اللي يرد عليك، اللي طبعا ماسكينه الزملكاويه اديهم يومين سلخ بيتكلموا عليه عشان خاطر قال التصريحات اللي حضراتكم هتقروها معايا دلوقتي. كابتن حماد عبد اللطيف بيقول لك من اول ما دخلت الزمالك بسمع كلام بتاع الاهلي بيكسب بالحكام، الناس المغيبه مش عاوزين يعترفوا بالحقيقه. طيب ليه ما نقولش ان الزمالك كسب بطولات بالحكام؟ ما بحبش موضوع المظلوميه اللي عايش فيه بعض مسؤولي وجماهير الزمالك. الاهلي لعب ضد الزمالك والحكام ما جابلوش ولا ظلمونا، احنا خسرنا عشان الاحمر كان افضل. انت عايز تلغي تاريخ الاهلي عشان انت بليد؟ بدل ما نرمي بلانا على غيرنا لازم ندور على اخطائنا عشان نرجع للمنافسه الحقيقيه. انا بتكلم في الحق وما بخافش غير من اللي خلقني. فكره المظلوميه مش هتجيب بطولات. برافو عليك يا كابتن حماده، ده الشخص اللي عايز يصلح ناديه. وده يقودنا لتويته بتاعت فيلسوف البهايم بتاع الزملكاويه اللي طالع يتكلم ويقول لك ممل جدا وكلامه مكرر. طبعا ده احمد عفيفي كلكم عارفينه، رجل القش الزملكاوي، بيقول لك ممل جدا وكلامه مكرر، بس هتسمعوا معلش. الناس بتشيد بموقف بطولي من هشام نصر، وهو فعلا موقف بطولي. الناس بتنتقد اللي ما اخدش مواقف بطوليه زي هشام نصر. لحد امتى هيفضل مصيرك مرتبط بمواقف بطوليه؟ ليه تبقى انت عشان تعيش بس محتاج ابطال في الوقت اللي غيرك لا فيه ابطال ولا فيه عباقره وبيقدر يغلط ويعدل ويبدل بمزاجه لغايه ما تظبط معاه؟ مين خلى دي امكانياتك ودي امكانياته؟ وبالتالي مين هيسمح لك تكون مختلف عما انت عليه؟ تفضل كده تطارد لحظات حلوه غير منطقيه وتحاول تكررها، ولما تفشل في تكرارها يتقال انك فاشل وغيرك عبقري. يلا نشيب بهشام نصر وننتقد كل من هو مش هشام نصر، ونعيد الدايره من اولها تاني وتالت وعاشر ومليون. اللي وزع فلوس وزع
البطولات. وسبحان الله يجي الرد من مين؟ من اكتر صفحه متعصبه على السوشيال ميديا لنادي الزمالك. بس هي لحظات الصدق اللي بتطلع مره واحده، تلاقيها مره تطلع من ميدو، مره تطلع من حازم امام، مره تطلع من فاروق جعفر، مره تطلع من ايمن يونس. احيانا كده يغلطوا وينسوا ويتناسوا، او من كتر الضغط اللي عليهم تطلع منهم لحظات صدق يقولوا فيها الحقيقه ويشخصوا فيها امراضهم بشكل حقيقي بعيدا عن المظلوميه. وهنا يجي رد مين؟ يجي رد اكتر الصفحات الزملكاويه تعصبا على السوشيال ميديا في بوست منفصل، لكن سبحان الله يطلع البوست راكب بالظبط على على الرد على احمد عفيفي. بتقول ايه طاليا زملكاوي؟ في وقت انديه العالم بتاخد قروض عشان تبني استادات وتطور منشاتها وتفتح فروع جديده وتزود قيمتها وتسند نفسها ماليا، الزمالك لسه واقف في نفس الدايره المغلقه. الزمالك حصل على قرض بقيمه 20 مليون جنيه من هشام نصر من اجل تسديد مستحقات لاعبيه متاخره. اللي حصل مش انجاز ولا حل، بالعكس هو دليل ان الازمه اكبر من مجرد تاخير في دفع المستحقات. لانك لما تكون اصلا غرقان في ديون ومتحاصر من كل اتجاه وتيجي تزود على نفسك قرض جديد، يبقى انت مش بتحل، انت بتهرب لقدام وبتاجل الكارثه. الموضوع بقى سيناريو متكرر وممل، ازمه سيوله ناخد قرض نسدد بيه شويه مستحقات، وبعد شويه نفس الازمه نرجع فنلاقي نفسنا بندور على قرض جديد، وفي الاخر النادي يفضل مربوط بالديون والفوائد ومن غير اي رؤيه او مشروع استثماري يغير الواقع. الانديه الكبيره بتستلف عشان تكبر وتكسب اضعاف القرض، واحنا بنستلف عشان نعيش يومين ونرجع نغرق من تاني. وده السبب اللي بيخلي الزمالك دايما في وضع مالي متأزم، مفيش إدارة مالية، مفيش خطة، مفيش أي جديد غير إنك تضيف دين فوق دين. سبحانك يا رب، سبحانك بجد إن يجي في نفس اللحظة اللي بينزل فيها رجل القش انتقاداته أو ادعاءاته أو مظلوميته إن نادي الزمالك أو النادي الأهلي بيتجامل من الدوله. انا ما اعرفش ايه الجهه الحقيقه اللي هم بيتخيلوا ان هي بتجامل النادي الاهلي فبياخد فلوس زياده وبطولات زياده. بترد عليه طاليا زملكاوي، طبعا هم ما يعرفوش ان ده رد على عفيفي. فدي من لحظات الصدق القليله اللي هيندموا عليها بعد شويه، ان هم بيفضحوا نفسهم. زي عمرو الدرديري ما طلع اتكلم قبل كده وقال ان احنا ما بنتظلمش، احنا بندعي المظلوميه عشان خاطر ناخد اكتر من حقنا بشويه. هي دي نفس العقليه، نفس المنطق. لكن انا بهايلايت ده في الحلقه دي، والحلقه دي لازم تحفظوها عندكم، ان دي بعض الاوقات اللي بيحصل فيها صدق من الزملكاويه في تشخيص امراضهم النفسيه و امراض اللي بتسبب الفشل عندهم في ناديهم. فاتمنى ان حضرتك تشير الفيديو ده، تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.